السلبيات اللي هتقابليها واقول لك على الايجابيات اللي هتقابليها. كان هو الواقع ده بالظبط فعلا. هو من ساعه ما بدات معاه لحد الان مفيش حاجه هو كان بيقول لي عليها غيره فعلا كانت بتبقى فعلا حقيقيه. وكنت دايما بواجه سلبيات كتير بما اني بنت وفي ناس ما بتثقش في المجال لحد الان. فكنت الجا له انا بيحصل معايا كده، انا عندي سلبيات كده، يقول لي كملي استمري. كان دايما على كل اللي على لسانه استمري. فعلا انا لما استمريت لا لقيت ان النتيجه بقت احسن. الاستمراريه هي اللي بتجيب النتيجه، مش النتيجه هي اللي بتجيب الاستمراريه. بالظبط جدا، عجبتني الجمله دي فعلا. هو الاستمراريه في اي حاجه بتجيب نتيجه. ايه بتاعتي انا ده الشعار احنا كده هنقطع على بعض. طيب احنا دلوقتي معانا التحاليل لناس كانت بتعمل تحاليل عندك كده، فممكن تكلمنا عنها. الصور هتطلع معانا على الهواء. تمام. طبعا دي النتائج بتاعت الناس بعد الكورس. ايه تعليقك على التحليل دي؟ تمام. يعني مثلا عندنا هو نظام التحليل، يعني دي طبعا نتائج الكورس بتاعنا. خلينا في ناس في وقت صغير انها قدرت تحلل التحليلات دي. طبعا علشان انا اوصل شخص المرحله دي مش بيكون بالسهل، يعني اللي هو ايه، ده الجانب الاخضر يعني هو ده مكسب، والجانب الاحمر فوق ده خساره. تلاقي اغلبيه اللي هو دايما التيك بروفيت اللي هو الاخضر ده اسمه اخضر، والاحمر اسمه ستوب لوز، والاخضر اسمه تيك بروفيت. فتلاقي دايما الاهداف دايما كلها الاخضر كلها. فدي بتدل ان نتيجه التحليل بتاعنا او نتيجه المحتوى بتاعنا مختلف جدا جدا. ودي طبعا يعني ناس كتيره قدرت انها تاخد المحتوى بتاعنا، وادي النتيجه اهو. يعني احنا مش مجرد كلام، ده مجرد يعني ده دليل على الناس ان هي بتتعلم معانا صح وبتمشي صح. حلو كمان ان انا شايفه ان هم من بلاد مختلفه، يعني محافظات مختلفه في مصر. يعني طبعا. انت بتقدم معلومه لاكتر من حد. انت كده بتدي كورسز في اكتر من مكان ولا طبعا الحمد لله. احنا من اسوان لاسكندريه، طبعا ما فيش محافظه ما عملناش فيها تدريب. كمان احنا بنحاول نسعى نطلع بره مصر، ان احنا نعلم ناس كتيره ونوصل ناس كتيره للمجال ده. احنا هدفنا ان في البيزنس ده يكون في كل المحافظات، ونستغل خلي الناس اللي هي تستغل وقتها بحاجه فايده بيعود عليهم ليهم يعني. تمام جدا. انت قلت لي ان من فين يا محمد؟ اسيوط. طيب احنا دايما عارفين جو ممكن الصعيد مختلف عن جو القاهره في فكره ان انا اخلي ابني يدرس مجال بيزنس وهو سنه صغير، وان هو هل ده موثوق فيه ولا لا؟ لان الاهل هم بيكونوا زمن غير الزمن، وكل جيل بيسلم التاني. فطبيعه التفكير ان مفيش حد مقتنع ان في مجال من التليفون تقدر تعمل منه دخل. فهم في الاول كانوا معترضين، حتى اهلي كانوا كده. بس بعد كده لما دخلت المجال لقيتهم هم اكتر ناس واقفين معايا. طب حلو جدا. ممكن يفهم تقول لي ايه الوقت المعين اللي بتقعد فيه مثلا تعمل بيزنس على الموبايل وكده؟ لا انا ماليش وقت محدد يعني، ودي الميزه ان انا في اي وقت اقدر اشتغل. طب ماكسيمم كام ساعه ولا برضو ما ساعتين 3 على حسب ما انا عاوز اشتغل. يعني حلو، مش ده ساعتين بوقت معين. دي حاجه حلوه يعني. في ناس بتشتغل يوم كله برضو بيبقى دخلها قليل عن اللي بيشتغل. انت بتشتغل ساعتين بالظبط، ساعتين 3، وممكن اعمل المرتب اللي هو بياخده في شهر ممكن اعمله في اسبوع. يا كمان دي الميزه. طيب اي حد عندك يمينه بيتعلم معلومه بعد قد ايه مثلا؟ بيبدا خلاص انا هاخد المعركه وان انا خلاص هتعامل في البيزنس ده. هو السؤال ده جميل جدا، ان في ناس كتيره لما بتكون جديده بتسالني السؤال ده، لان بتبقى في حاله توتر اللي هو هل انا هدخل هتعلم على طول فعلا المجال ده بيجيب نتيجه ولا لا، فعايز اطمن. تمام. هو طبيعي اي حد بيكون جديد بيكون خايف، بس اللي هو ايه، فبيجي يسالني يا كوتش بعد اذنك، هو انا دلوقتي لو دخلت مجال البيزنس الكورس ده اقدر اتعلم بيه قد ايه؟ اول حاجه انا بقول له ما تاخدش المجال ده مصدر اساسي ليك لان انت لسه في البدايه. تاني حاجه ان على حسب فهمك للمعلومه، يمكن فاهم مثلا ممكن ياخد المعلومه الكورس ده في 3 شهور، محمد ممكن يخلصه في شهر، مريم ممكن تخلصه في 6 شهور، على حسب قدره الاستيعاب نفسها. بالظبط. لان احنا يعني عاملين ميزه كمان، الكورس مفتوح ملوش مده. يعني في اغلبيه اكاديميات تانية بيبقى ليه مده وبينتهي وبتجددي باشتراك، لا انا بسيب الشخص يستوعب بالراحه ويفهم المعلومه اكتر واكتر. فدي بترجع على حسب الشخص، هو متفرغ، هل هيسيبني كام ساعه، هيشتغل معايا كام ساعه، هل فعلا كل يوم هيلتزم بالوقت اللي هيلتزم بيه ولا لا. على حسب، ممكن انا مثلا اشتغل النهارده ساعه بكره ما اشتغلش، فده على حسب برضو الوقت اللي هيديهولي معايا في البيزنس. طب قولي يا مريم، التعامل مع تيم ومع كومفاوندر معاكي وكوتش ده بتكتسبي منه ايه؟
يعني اول حاجه بكتسب منه اني بكتسب ثقه بنفسي. مم. في البيزنس عندنا بالذات، اول حاجه بتكتسبيها ان انت بتكتسبي ثقه بنفسك انت قبل اي حاجه. دي حاجه. تاني حاجه بكتسب فكره ان انا ابقى شخص قيادي، عارف ان انا ادرب تيم، عارف ان انا اتكلم قدام ناس، عارف ان انا ادي معلومه وافهم حد المعلومه ديت. فده لوحده بيبقى شعور حلو جدا، ان فكره ان انا ابقى شخص قيادي دي حاجه كويسه جدا. تمام. طيب قول لنا تفاصيل عن الكورسات اللي بتقدموها. احنا بنقدم اكتر من كورس، تمام، كاسماء ولا بنقدم اكتر من كورس. عندك حاجه اسمها كورس تحليل اساسي، تحليل فني، SMC SK، حاجات كتير يعني، تمام. كورس تسويق ومبيعات، فاكتر من كورس يعني. طيب حابين نعرف بقى ايه الرؤية بتاعتكم فيما بعد في المجال. كل واحد مثلا يديني كلمة عن الرؤية المستقبلية، كل واحد كوجوده، يعني انت كفاوندر ايه الرؤية بتاعتك؟ طبعا الرؤيه بتاعتي ان احنا نكبر، نكون في كل الدول طبعا. ودي يمكن اول خطوه هناخدها ان شاء الله يوم 19/4 هيكون معانا اكبر ايفنت. هيكون كمان جوه الجامعه حلو جدا. مفتوحه. فدي طبعا خطوه ايجابيه لينا ان احنا نعمل جوه كمان الجامعه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا حابين نوصل لمحافظات كتير جوه الصعيد، بره الصعيد، ان احنا ننتشر اكتر علشان نوصل فكره البيزنس. طبعا انا هدفي ويمكن الرؤيه بتاعتي في 2024 يكون معايا مثلا اكتر من 5000 مشترك. دي تمام. الرؤيه بتاعتي.